السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح على كل مشتركينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وشغل زر الإشعارات عشان يوصلك إشعار جديد بقى فيديو احنا ننزله. يا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما احنا سعودين يا شباب بندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة. هو ده يا شباب اللي احنا نقدر ندعي لهم. ادعي لهم يا شباب على قد ما تقدروا، الله يكرمكم. وبرضه لو انت مش مشترك في الصفحه تحت على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاع الصفحه في الوصف بتاع الفيديو. ولو انت مش مشترك في قناه التيك توك اكتب لي كومنت وهحط لك اللينك بتاع القناه على طول. تمام. احنا الحمد لله عملنا قناه على التيك توك وبننزل برضه عليها محتوى جميل كده. ان شاء الله دلوقتي بقى احنا نفتح الحمام زي ما احنا متعودين عشان في كام حاجه كده عايز اوريها لكم. بسم الله. تمام. وهي- ده كده كده كان فاتح هنا عليه من امبارح. طبعا احنا ايه فتحنا على الحمام اهوت. بصوا بقى يعني احنا ايه الحمام كله اهو. شايفينه؟ انا مش شايفه بس هنحاول يعني نشوفه. بس مش انا مهم يعني مهم. اللهم صل على النبي. طبعا احنا نضفنا عند الحمام. روقنا عند الحمام ترويقه محترمه وكنسنا السطح وبصوا العيون وما شاء الله النتايه مرات شكل بدات تحص. هي عامه هي قاعده ايه في وضع الحصى على طول. شكلها حصت لا لسه. تمام. فاحنا الحمد لله نضفنا كده كل العيون اهو الحمد لله. البيبان اهيت. تمام. اهيت الحمد لله كلها متنضفه. كل الكلام ده لسه متنضف امبارح. والحمد لله هنا القص دوت العش بتاعه الزغلول، يعني الزغلول بدأ اللي هو ايه ينقر كده، وربنا يا رب يكرمنا كده بإذن الله. تمام. وهنا القص ده حصة. تمام. القص ده حصة ما شاء الله ومعاه زغلول اهوت. يعني خلاص ممكن يتفطم بس مش دلوقتي يعني شوية. انا مش عارف الدكر دوت عايز يهرب ولا ايه، بس ايه احنا هنسيبه. تعالوا بقى يعني عايزين برضه هنشوف السلاكة هنا بتاعتنا. بس زي ما احنا متعودين كده احنا في مرة في الأسبوع بنخلي الحمام بتاعنا ياخد دش بما ان احنا نضفنا. فمن حقهم بقى اللي هم ياخدوا دش. عشان نجيب الملح. لسه ان شاء الله كده هنشوف السلاكة بتاعتنا. هنشوف اللي حصل. بس انا ايه قلت كده نشوف نبص عند الحمام في السطح بره الأول. بعد كده ايه نشوف الموضوع ده مع بعضنا. نحط كده ملح. ماشي مش عايزين نكتر. خلاص الكيس قرب يخلص اصلا. فخير يعني هو الشتا كده جايه، فما دام الشتا داخله فاحنا ايه بص الحمام رايح ينقر في الملح. ولا مفيش تنقير يلا في الملح يلا. دي جردل الميه. بص الحمام. بسم الله. احط واحده واحده بس كده. بس كده. ادي كده الميه والملح تظبط الدنيا اهو. بس بقى اما ايه يخش بقى واللي ياخد دش ياخد واللي يستحمى يستحمى براحتهم. احنا كده عملنا اللي علينا. تمام يا شباب اهو. بس هما بيحبوا كده على طول. تعالوا بقى. تمام. احنا نخش السلاكة هنا ونشوف ايه الاخبار، نشوف اللي حصل عند الحمام. طبعا السلاكة اتنضفت هي رخرة. طلع عينينا والله يا شباب، طلع عينيا حرفيا. فما شاء الله بص المنظر ده. نتاية الكشك بتاكل الزغلول الزاجل الابيض. هما دول زغلولين زواجي الابيض يا شباب. دول زغلولين زواجي الابيض. والحمد لله يعني اغلبيه الحصى اللي كان في السلاكه هنا الحمد لله فك. دي حاجه بسطاني الحمد لله. التعب اللي احنا بنتعامل مع الحمام بنلاقيه على طول. والجردل بتاع الكلفه ما دام ما بقاش موجود اترفع فوق هنا اهوت. يبقى احنا معانا اللي احنا عايزين كلفه، ودي شويه الكلفه اللي فاضيين لنا. فاحنا كده عايزين نشوف كلفه. الكلفه دلوقتي بقت ازمه عند الحمام. وهنا الحمد لله القص الكشكوى او القص البنايده الحمد لله. حصه امبارح الحصوايه الاولى اهي. انا مش عارف الحصوايه التانية ممكن نتاعت حصيها بالليل ولا حاجه، عشان انا حصيت الحصوايه دي امبارح بالليل. كنت انا معايا متابع معاهم. اغلبيه الحمام هنا اللي كان محصي هيبدا الحصى بتاعه يفك. يعني ممكن الفترة القادمة القص البوازات دول الحصى بتاعهم يفك. احنا الحمد لله معانا اللهم صل على النبي. القص الباكستانيات الحصويتين بتوعه فكوا وحضنا اللي حضناه وبدلنا. يعني احنا بنبدل. بنقعد نبدل كده عشان الزغاليل ما تقعش. ما تلاقيش زغلول كبير وزغلول صغير. وهنا نفس الكلام. في زغلول هنا ابنهم تحتيهم اهو.
انا مش عايز بس ايه ازعجهم، انا مش عايز ازعجهم عشان الزغلول لسه فك امبارح، اكيد انتوا شايفينه جوه. تمام، قشطه. وهنا ايه تاني، هنا لسه دول لسه محصين اللي هما الانجرايزه السود، اكيد انتوا ايه عارفين الحركه زي دي. تمام. معانا ايه تاني، طبعا احنا نقلنا هنا الزواجل الزرق بقت جنب الزواجل البيض، والحمد لله ان رمت حصوايه من شويه، وهو الزغلول البنيدي يعني خلاص الزغلول البنيدي يعني نفطمه. تمام، ماشي. وادي هنا برضو هنا محضنين، في زغلول باكستاني وزغلول كشك اسود، برضو احنا ايه محضنين وايه وعلى الله تسهيل يعني، خير خير ان شاء الله. وهنا لسه ايه لسه النتاية ممكن ترمي حصى بكره ولا بعده، خير يعني الذكر عمال يرقد وربنا بقى يقدر الخير ان شاء الله. وبرضه نفس الكلام، اللهم صل على النبي. هنا دول الزرق مش الزرق، دول الحلبيات اهمت. الحلبيات يا شباب برضه ممكن نتاية ترمي حصى في اي وقت، يعني احنا حضرنا العش بتاعهم اللي فات، وهي ايه ممكن ترمي حصى العش دوت قريب يعني، ماشي. وهنا ما شاء الله الكركنديات الزغلولين خلاص بقوا بطش، ربنا ربي كده يكرمنا، يعني الزغاليل ديت اتدبلت الحمد لله واتظبطت ودي كلفة كويسة وده اخر حلاوة يعني. طبعا احنا كالفين النهارده اصلا بدري عن الميعاد بتاعنا، فاحنا سايبين الكلفة قدامهم عشان احنا عارفين ممكن ما يرضيش ياكلوا، فممكن ساعة كده بشيل الكلفة عشان انا رايح مشوار، فمش هعرف ان انا اقعد مع الحمام. وهنا القص الحمر غزار، الحمد لله الحصوايه فكت بتاعت الزغلول الاحمر من شويه، انا لسه حتى راميها اهي، بصوا الحصوايه تحت اهيت والقشر اهي، شايفين القشر اهي. تمام. ف انا عملت حركه برضو حلوه عشان خاطر بس على سمحت، لقيتهم ملبنينه. تمام، لقيت الاهالي ملبنه الزغلول اهو، ده الزغلول الاحمر غزار يا شباب. تمام، ملبنينه لبه بسيط، بس باذن الله يعني هيلبنوه تاني. طبعا احنا ايه حطينا جنبه الزغلول الكشك الاسود عشان هما الاتنين نفس الحجم، كان في زغلول كشك اسود كبر، فالزغلول ده ما كبرش عشان التلبين بتاع اللي كان بياكله كان ضعيف. طبعا انتوا ايه مش واخدين بالكم فين الزغاليل عشان خاطر الفرش الطاجن، بس هما ده شباب واحد اهوت واحد اهوت. تمام، خير خير ان شاء الله. وادي احنا ايه بنسعى وبنجتهد، احنا بنجتهد والباقي على الله. تمام. وهنا لسه دول ممكن يرموا حصى قريب عشان بشوف النتاية قاعدة في الطاجن، خير والله. البيبان وهي نضيفة شكلها تفرح كده، يا رب تبقى نضيفة كده على طول يعني وما تمسخوهاليش. وهنا ما شاء الله القص الحلوس دول برضو هانت. تمام. وهنا تحت القص الخضر النتاية شكلها هترمي حصى قريب عشان النتاية اوصى نفسها كده، والزغلول خلاص الزغلول ده هيتفطم. تمام، فانا بس سايبه كده شويه ياكل مع الاهالي، وهو بياكل لوحده بس برضو ايه نسيبه ياكل مع الاهالي. شايفين النتاية يا شباب ازاي اوصى نفسها والدكر واقف لي كده، انا مش عارف الدكر ده عايز مني ايه. تمام. وهنا ما شاء الله القص السحن، اللهم بارك، يعني الزغلولين اهمت. انا عايز اوريهم لكم، ما شاء الله الزغلولين طالعين شكلهم حلو، فيهم نقراشه بس يا اخويا لو سمحت، انا مش عايز عشان الدكر دوت مش امن، الدكر ده ممكن هوبا يفط كده مره واحده يطلع من الباب يطلع بره السلاكه وهنزعل. اهو ده شباب الزغلولين اهمت، اللهم صل على النبي. تمام. معانا ايه تاني بقى، بص الحمام جاي يتشمس فين، الحمام خد دش وجاي يتشمس هنا قدامي اهو. ومعانا ايه تاني، هنا معانا القص العبايسه الحمد لله. الزغلول برضو بدأ يشد حيله، وبس مجرد ما يبدأ اللي هو يبطن تحت جناحاته على طول ان شاء الله هنروح فاطمينه من عند الاهالي. تمام، وخير يعني احنا دينا لسه بنشوف ده اول عش للقص دوت، وربنا يا رب يكرم ان شاء الله. ولسه بقى عايزين نلم الكلفه وايه، وهنكون كده احنا ايه بصينا عند الحمام بتاعنا وبصينا في السلاكه بتاعتنا، اللي هو اي حاجه او اي حاجه جديده، فاحنا ايه بنحب ان احنا نوصل لكم كل جديد كده. احنا الحمد لله يا شباب انتوا كده عرفتوا الاخبار. وبرضه النتايه ما شاء الله بتاكل الزغلول اهيت ما شاء الله. هي يا شباب النتايه دي مشكلتها اللي هي بتاكل زغلول واحد، فانا محتاج ان انا اشوف لي زغلول، اشوفني او اشوف قص تاني واحط له الزغلول الابيض الزاجل الابيض ده معاه. والدكر عايز يطلع، انا مش عارف عايز يطلع يروح فين. تمام، وكده يعني كانت البصه بتاعتنا سريعه، ولو حد محتاج اي حاجه يقول لنا. وادي الحمام بصوا، الحمام بيشطف نفسه وبيطلع يتهوى ويتشمس هنا، وحق السلاكه نطفت والدنيا اتظبطت وقطفناه وفي زغاليل اهيت
بصوا ما شاء الله الحمام خد دش التمام وبهدل الارض، مش مهم بدل. تمام ما شاء الله يا شباب. احنا فطمنا دولا، الناس اللي متعرفش، فطمنا التلات حتت دولا، الاتنين السلافر والاتنين السلافر وواحد الكريزلي. طبعا السلافر دول يا شباب الاتنين دول للبيع، لو حد محتاجهم يتواصل معانا. طبعا احنا مطالبين فيهم 180 جنيه، والصراحة يعني هما سعرهم يجيب اكتر من كده، ودماغهم برضو نفس الكلام، بس هما ما شاء الله زغلولين حلوين وصحة كويسة والله ما بارك يعني. والزغلول الكريزل ده مش للبيع، ده ابن شكل، واحنا هنوقفه ايه، هنوقفه عندنا بإذن الله. تمام. وبس هو ده يا شباب، كده كانت نهاية الفيديو، وقلنا بقى ننهي الفيديو كده من قدام عند الحمام. وكده يا شباب كانت نهاية الفيديو، كان معكم مهند محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.